شاب صيني اسمه مصطفى ومسلم بيتنصب عليه من واحد مصري فبيتعلم اللغة العربية وبيفضحه ان هو نصاب وفي الاخر بيبلغ الشرطة عنه. تعال اقول لك ايه اللي حصل. مصطفى الشاب الصيني اتنصب عليه في حوالي 40,000 دولار في صفقة ألعاب، نقل الألعاب ديت لمصر، وصاحب المكان اسمه حمادة المنياوي. طبعا الشاب الصيني اللي اسمه مصطفى وصل الألعاب لحمادة المنياوي، وحمادة المنياوي مدلوش ال40,000 دولار. الواقعة دي تحديدا حصلت من 3 سنين. مصطفى الشاب الصيني قعد يتعلم اللغة العربية علشان يقدر انه يفضح حمادة المنياوي. فضحه في كل حتة بقى في الصين وفي مصر، وحتى كمان دخل على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ونزل منشور كده بيفضح فيه حمادة المنياوي، اللي بالمنشور قدرت وزارة الداخلية ان هي تقبض على حمادة المنياوي، واكتشفت فعلا ان في صفقة ما بينهم، وإن حمادة المنياوي نصب على الراجل ده فعلا في 40,000 دولار. بعد كده الشاب الصيني مصطفى طبعا نزل شكر لوزارة الداخلية، كل ده طبعا موثق بفيديوهات. قعد يشكرهم وقال إن هو مستعد يجي مصر علشان ياخد فلوسه. انتوا بقى قولوا في كومنتات تفتكروا ايه اللي هيحصل في النصاب حمادة المنياوي.